التقى السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم من بوق إعلامي إلى منشق اعتقل ثم هرب متنكرا. ما لا تعرفه عن أشهر مذيع سوري أحمد فاخوري. إلى الشعب السوري العظيم وإلى كل الإعلاميين الشرفاء في بلدي، انتظرت طويلا كي أكتب هذه الكلمات منذ أن تركت العمل في شاشة التلفزيون السوري قبل ما يزيد عن 8 أشهر. لم أتوقع أنني سأخرج سالما من سوريا. هذه كانت أولى الكلمات التي نطق بها المذيع المنشق والمعارض للنظام السوري أحمد فاخوري. فمن هو وما هي قصته؟ ولد أحمد عبد الرحيم فاخوري في حماة سوريا عام 1977. بعد دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق في جامعة حلب وتخرج منها عام 2001. تبع بعدها دبلوم الدراسات العليا بجامعة دمشق لمدة عامين متتاليين، ولم يكمل دراسته مرجعا ذلك لأسباب شخصية. أما عن حياته الأسرية فهو متزوج وله طفلين منى وعبد الرحيم. أما عن حياته المهنية فقد بدأ عام 2004 عمله كمذيع للأخبار والبرامج على إذاعة دمشق، وفي نهاية عام 2006 ومطلع عام 2007 دخل مجال العمل التلفزيوني وعمل في التلفزيون السوري كمذيع أساسي. يتمتع فاخوري بخامة صوتية رخيمة وجذابة، برج بتروناس في ماليزيا هما أطول برجين مزدوجين بالإضافة للسانه الفصيح الطليق ولغته السليمة. يا مرحبا بأصدقائي، أنا أحمد فاخوري مقدم برنامج تريندينج على BBC. اليوم سبت، لا أحد من أبنائي كل ذلك مكن أحمد من الدخول بقوة في مجال التعليق الصوتي الوثائقي، فرصيده يزيد عن 3000 ساعة من التعليق الصوتي لقنوات عربية شهيرة مثل الجزيرة الوثائقية وناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. هذه هي الأرض الأسطورية الأقرب إلى السماء، وتشكل الحدود الأفقية ما بين الصين والهند. لم يكتفي أحمد بذلك، فتارة يعمل بالإعداد والإنتاج وتارة يعمل بالإخراج، حتى أنه في بعض الأحيان كان ينتج أفلاما على حسابه الخاص. أما عن مواقفه السياسية فقد دفع ثمنها غاليا. بدأت قصته عندما اشتعلت المظاهرات المناهضة للنظام السوري في سوريا. حينها طلب الإدارة العليا للتلفزيون السوري في اجتماعاتهم الخاصة بإعطاء مساحة مخصصة للمعارضة السورية للإدلاء والتعبير عن آرائهم ومطالبهم، ظنا منه أن التلفزيون السوري هو تلفزيون الشعب. وسرعان ما خابت آماله، ليصف نفسه لاحقا بأنه كان شديد السذاجة آنذاك. اعتذر أحمد عن تقديم البرامج المباشرة بعد موقف محرج حدث معه بينما كان يقدم بثا حيا ومباشرا مع مراسل في حي الميدان بدمشق ليكذب وجود المظاهرات. ولكن وبشكل مفاجئ ظهر متظاهرون خلف المراسل وهم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام ويدرع حن معاكل الموت. بعد هذا الموقف اكتفى فاخوري بتقديم نشرة أخبار أسبوعية، وعندما قرر الانشقاق ترك عمله في الفضائية السورية فجأة ولم يعد يظهر إطلاقا. حينها لم يكن أمامه سوى السفر ومغادرة البلاد، ليكتشف لاحقا أنه ممنوع من السفر وطلب منه مراجعة الفرع الأمني 251. وفي فرع أمن الدولة الداخلي ثم الأمن السياسي تعرض فاخوري للتحقيق عدة أيام حول كل ما قاله في الإذاعة والتلفزيون، حيث يقول كل شيء كان يصلهم بدقة وكأنه بث مباشر. لاحقا تم توجيه عدة تهم لأحمد، منها الطائفية والعمالة للخارج، وبأنه كان يخطط للانشقاق والتحريض على الفتنة المذهبية. وفقا لفاخوري فقد عومل بإنسانية في مقر أمن الدولة، لكنه أهين لاحقا في فرع المداهمة منذ أن تم اعتقاله بمدخل التلفزيون. وعندما أخذوه إلى المقر الرئيسي عصبوا عينيه ووجهه إلى الحائط، حيث كان يسمع أصوات التعذيب والسباب للمعتقلين. يقول فاخوري: رأيت الذين يعذبون في الرواق بأم عيني وسمعت الشتائم المهينة، هذا كان في الرواق، فماذا عن القابعين في الأقبية العفنة؟ بعدها بفترة وبطلب من وزير الإعلام تم إطلاق سراح أحمد، بينما ظل العديد من زملائه معتقلين لفترات مختلفة، مبينا أن بعضهم فقدوا أرواحهم تحت التعذيب، مثل زميله هشام موصلي والذي كان يعمل كمعلق صوتي في التلفزيون السوري. بعد خروج فاخوري من المعتقل توارى عن الأنظار متنكرا ومتخفيا لمدة 6 أشهر تجنبا لرجال أمن الدولة، فتارة يحلق رأسه ليصبح أصلع تماما، وتارة يربي شاربه ويرتدي نظارة سوداء سميكة. في إحدى المرات ترك لحيته لدرجة أن أقاربه لم يتعرفوا عليه.
مشيرا إلى أنه استأجر آنذاك شقة قريبة من الحي الذي كان يقيم فيه بدمشق. في خضم كل تلك الأحداث أمن فاخوري سفر عائلته من مطار بيروت إلى القاهرة، أما هو فقد نجح أخيرا وبمساعدة المعارضة السورية بتهريبه إلى تركيا، حينها أعلن انشقاقه بشكل علني، ثم لحق بعائلته إلى العاصمة المصرية القاهرة. ولاحقا استقر أحمد وعائلته في المملكة المتحدة. وفي أكتوبر عام 2017 بدأ تقديم برنامج تريندينج على شاشة الBBC عربية. بدأ البرنامج بسيطا، ولكن وبسبب لباقة أسلوب فاخوري الممتع تصدرت حلقات البرنامج القصيرة اليوتيوب ليحقق نسب مشاهدات عالية. بعدها ارتبط اسم البرنامج باسم فاخوري. يذكر أن فاخوري لديه قناة خاصة به على اليوتيوب تساعده في التواصل مباشرة مع جمهوره الراقي، ويقدم من خلالها جرعات ثقافية وتعليمية واجتماعية خفيفة تزيد من قوة الترابط بينه وبين متابعيه. حصلت القناة حتى الآن ما يزيد عن 10 مليون مشاهدة. لم ينسى أحمد فاخوري زميله الراحل محمد السعيد صاحب صوت الوثائقي الشهير أبكاليبس الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد نعاه متأثرا برحيله قائلا إنه كان داعما للثورة السورية، ولكنه لم يكن يتحدث عن تلك المواضيع حتى لأقرب الناس إليه، وذلك بسبب معرفته بتغلغل وبطش النظام السوري. وأخيرا، ما رأيك بأحمد فاخوري وقصته؟ هل يستحق كل تلك الشهرة التي نالها؟